عالسلامة ومرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب. إذا أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتشجعوني زادة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة كفتة تونسية زمنية وبدون أي نوع متاع اللحم، لا لحم مفروم ولا دجاج ولا تن ولا حتى شيء. دونك أول حاجة شنو عملت؟ خذيت كعبتين بطاطا، اسمطتهم في الماء، فورتهم في الماء، ومن بعد رفستهم كما تشوفوا بالطريقة هذه بالفرشاة متاعي، زدتهم شوية ملح وحطيتهم على جنب باش يبردوا شوية. ومن بعد باش نحضروا بقية المكونات، خذيت المقلة متاعي وحطيت فيها شوية زيت كما تشوفوا، ومن بعد قصيت كعبة بصل صغرونة بالطريقة هذه وحطيتها في المقلة متاعي وزدت عليها شوية ملح باش نقليها. وقت اللي يذوب البصل بالباهي باش نزيد كمية متاع معدنوس، بالنسبة للكمية راهي اختيارية. خذيت زوز فصوص متاع الثوم كما تشوفوا، ومن بعد باش نعصرهم بالعصارة وإلا نهرسهم إذا موجود المهراز. ومن بعد باش نفوح باش نحط شوية كركم، شوية حوار وإلا تبل كروية باش نخلط كل شيء مع بعضه لين يذوب المعدنوس. ومن بعد الميلانج متاعنا سي بون حضر. بالطبيعة اللي يحب يزيد اللحم مفروم وإلا دجاج وإلا تن يزيد في المرحلة هذه مع البصل والمعدنوس. سي بون الخليط متاعنا حضر كيما تشوفوا بعد ما ذبل المعدنوس، وتوا ما بقى كان باش نضيفوه على البطاطا متاعنا. باش نزيد الكميه الكل كيما تشوفوا راهي ماهيش برشا شويه. وبالنسبه للبطاطا راني 3 كعبات بطاطا متوسطين ماهمش كبار برشا. باش نخلط كل شيء مع بعضه ومن بعد باش نوريكم شنو باش نضيفوا لهم. بعد ما تخلط كل شيء بالباهي مع بعضه باش نزيد بيضه كامله كيما تشوفوا، ومن بعد باش نزيد الشابلور مغرفه 2 فقط، باش نزيد شويه جبن وهذا اختياري، اللي عنده الفرماج طوابع ينجم يزيد طوابع في عوض الجريير. باش نحرك كل شيء مع بعضه كما تشوفوا بالطريقة هذه. نحاول اني ندخل العظام في الخليط الكل ونحرك كل شيء مع بعضه بالباهي. بالنسبة للخليط راهو يجينا متماسك شوية، لكن ما تخافوش منه، راهو من بعد كيف باش نقلوه ماهوش باش يجينا معجن. فما ناس يحبوا الكفتة تجيهم مرخوفة شوي، ومن بعد يعملوها في الشابلور ويعملوها في العظام ويعملوها زادة في الفرينة. لكن بالنسبة لي أنا باش نقليها ديريكت، هذا هو الخليط، راني لاني باش نزيده لا فرينة لا باش نبطنا لا حتى شيء. خذيت صحفة متاع ماء كيما تشوفوا، ماء عادي مسبله، وتوا باش نبدا نشكل الكفتة متاعي. دونك باش نبل ايدي بشوية ماء كيما تشوفوا، ومن بعد باش ناخذ الكفتة متاعي وباش نحاول اني نلمها في شكل دائري. مهم ياسر اللي نبلو ايدينا، على خاطر اذا ما نبلوهمش راهي العجينه باش تلصق الكلها في اليد. بعد ما نلمها بالباهي باش ننزل عليها بايدي شويه بالكف متاع ايدي ونحاول اني ننظمها ونعملها مدوره بالباهي، يعني باش تجينا كعيبات مرتوبين ومزيانين. وسي بون الكعبه متاعنا حضرت ما شاء الله. بالنسبه للزيت راني حطيت كميه متاع زيت قاعده تسخن ديجا، ومن بعد باش نحط كعبه الكفته ديريكتومون في الزيت متاعي قاعده تتقليه على نار متوسطه. حبيت نوريكم مرة أخرى الكعبة الثانية كيفاش باش نعملها، كيف بالطريقة هذه. نلم العجينة في شكل كرة ومن بعد ننزل عليها بالكف متاع إيدي وننظم الحرافة متاعها بالباهي. وسيبون الكعبة الثانية راهي حضرت. العملية راهي سهلة وبسيطة وما تاخذش برشا وقت. هذا مكعبات الكفتة متاعنا فوق الغاز وقاعدين يتقلاو. كل مرة نقلبها الكعبة نشوفها يعني من لوطة، إذا تحمار نقلبها. مهم ياسر اللي حليمة نقلبوها على الجهة الأخرى، كان ما تحمار الجهة الأولى وإلا راهي الكفتة متاعنا باش تتفترش. هني حطيتهم على بابي سوبالون باش تشرب بالزيت متاعها. وشوفوا لي ما شاء الله هكم الكعبات كيفاش جونا مرتوبين. راني بالنسبة للكمية عملت لي 8 كعبات، راني ما عملتش كمية كبيرة على خاطرنا 2 أشخاص فقط. شوفوا لي ما شاء الله كعبات الكفتة كيفاش جونا مرتوبين، وما شاء الله كيفاش جونا بنة عالمية، راهم جوني خفاف ما شاء الله. هو اللي باش يجرب الرسات راهي بقدرة ربي ماهوش باش يندم جملة. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله من داخل كيفاش تجي، وراهي البطاطا جد خفيفة على الاخر، يعني ما تحسوش اللي هي جوست بطاطا كاهو. بالحق اللي باش يجرب الرسات راهو ماهوش باش يندم. وبالنسبة لي راني عملت كسكسي وزينت بيهم صحفة الكسكسي، وشوفوا لي ما شاء الله كيفاش زادوا شطر للصحفة
مليحة وزيناها مش نورمال. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، وان شاء الله تجربوها ونتقابلوا في وصفة اخرى المرة الجاية ان شاء الله، وبسلامة.